مرحبا فيكم جميعا. أول شيء يعلم الله أنكم وحشتونا. ثاني شيء شكرا لكل من يتعنى ويسأل في كل مكان. ولكن أنتم عارفين أنه في نهاية الموسم الماضي ذكرت بأنه هذه فترة إجازة، وقد قررت التوقف المؤقت في هذه الفترة رغبة في النمو المستقبلي، خاصة أن الراحة هذه مهمة جدا، راحة الفكر وراحة الجسد. هارد لك للإخوان سواء في المغرب أو في مصر. طبعا تابعت مباراة مصر وفرنسا، يعني أنا أستغرب، يعني مصر تقول له شكرا للروح القتالية، مصر تقول له شكرا لمحاولة تقليص الفوارق بينك وبين منتخب فرنسا، لكن المباراة كانت أصلا واضحة أنها رايحة لمنتخب فرنسا. تألق كبير من حارس منتخب مصر، قتالية عالية من مدافعي منتخب مصر، أخرت فوز منتخب فرنسا. ما شاهدنا أي جملة تكتيكية أصلا لمنتخب فرنسا، منتخب مصر الشقيق طبعا، ما عدا الهدف. ربما كان فيه جهد كبير جدا، واعتقد انه جهد فردي اكثر مما هو جهد جماعي. منتخب فرنسا منتخب جدا قوي جدا محترم. هو كانت عنده مشكله القرار الاخير، بس قرار تسجيل الجول حمزه علاء حارس منتخب مصر تألق ايما تألق. ايضا في كرات كثيره شاهدناها في القائم وفي العارضه، يعني ما شاء الله نظر اهميه وجود تيري هنري. تخيل رغم وجود هذا اللاعب الهداف الكبير الا انه منتخب فرنسا ما عنده اللاعب الهداف اللي يخلص. الناس توصل جمل تكتيكية مميز جدا، تدرج في الثلاث خطوط، من الخطوط الدفاعية من الثلث الأول للثلث الثاني للثلث الثالث. سهولة الوصول لمرمى منتخب مصر كانت تحتاج فقط إلى اللاعب الهداف. عموما هاردك المنتخب المصري، هاردك المنتخب المغربي، شكرا على روحهم القتالية طوال البطولة، لكن لازم نراجع حساباتنا عربيا. في فوارق كبيرة جدا بيننا وبين المنتخبات الأوروبية. تحياتي لكم، وإن شاء الله نلتقيكم